الحادث 16 جون 2012. أما تم قتل العامل اللي هو اتقتل في سيناء اللي هو كان من عرب 48. هو بقى بيشتكي وبيحاول انه يوصل الموضوع الى مجلس الامن. خدوا بالكم يا جماعة، هذا امر خطير جدا. اللي بيقول فيه ان بما ان في فوضى حاصله في الشرق الاوسط، اتس كريتيكال، انه يعني انا هحاول اترجم ان هذا الوضع من الجاليه العالميه او من الكوميونتي العالميه، انها ترسل رساله واضحه للارهابيين الموجودين في المنطقه. وبالتالي فان اسرائيل تتوقع من مجلس الامن ومن كل المسؤولين في المجتمع الدولي انهم يقوموا بشجب هذه الاعتداءات في الحال. معلش انا لسه جايالي الوثيقه فما لحقتش اترجمها فبترجم فوري. وهنا بقى خدوا بالكم من هذه العباره: اسرائيل قامت وستقوم بممارسه كل حقوقها في الدفاع عن نفسها، وهتاخد كل الإجراءات من أجل حماية مواطنيها. يا جماعة هذه العبارة غاية في الخطورة. إسرائيل قامت وستقوم بحقها في الدفاع عن نفسها كما هو واجب، وهتعمل وهتقوم بكل الإجراءات الواجبة لحماية مواطنيها. وطلب ان هذا الخطاب يوصل لمجلس الامن ولبان كيمون، وارسل او خطاب مماثل لبان كيمون اللي هو امين عام الامم المتحده، وموقع من رون بروسوب امباسادور السفير، اسمه رون بروسوب السفير والمندوب الدائم لإسرائيل في الأمم المتحدة. الخطاب أمامكم على الشاشة. هذه الوثيقة غاية في الخطورة ومؤرخة بتاريخ 19 جون اللي هو الشهر الحالي، يونيو 2012. يعني احنا بنتكلم على من يومين 3 فاتوا. السؤال الواضح والصريح: هل احنا بنصدر الغاز لإسرائيل بنفس الأسعار عن طريق الأردن ولا لا؟ أعتقد حضرتك لازم تجاوب للناس على الموضوع ده. الحاجة التانية، أنا مش جايب حاجة من عندي، ده وزير البترول في الأردن بيقول، اللي هو الدكتور خالد الطوقان وزير الكهرباء والطاقة الأردني، إن مصر أمدت المملكة اللي هي المملكة الأردنية باحتياجاتها من الكهرباء بعد توقف خط الغاز المصري. ده موجود أهوت يا سيادة الرئيس، ومن حقنا نعرف إيه الكلام ده. خلينا أنا أقول لك الكلام ده يا سيادة الرئيس، إن في خط الغاز اللي طالع على الأردن وبنفس الأسعار، أو لو في أسعار يا سيادة الرئيس ممكن تقول لنا هي إيه الأسعار اللي بيتصدر بيها الغاز، وهل هو السعر العالمي ولا لأ. الحاجة التانية، بيطلع من الأردن على إسرائيل، بياخدوا مننا الغاز بيودوه لإسرائيل. تقدر تنكر؟ طيب الأسوأ من كده إن إحنا بنصدر لهم الكهرباء على الجاهز. هما بياخدوا الغاز يعملوا بيه ايه يعني؟ ما بيشربوش الغاز يا سيادة الرئيس، ده بياخدوه عشان مصانعهم وبيوتهم تنور. فاحنا بنصدر لإسرائيل الكهرباء على الجاهز عن طريق
خط الربط اللي هو بديل للغاز. يعني بدل ما يتعبوا نفسهم احنا بنشغل لهم الكهرباء بتاعتهم على الجهاز. فهل تعرف الكلام ده؟ وهل عندك رد ولا ما عندكش؟ بس يا جماعة عشان لما ينقطع الكهرباء والمية تعرفوا بتتقطع ليه، وغازنا بيروح فين، وكهربتنا بتروح فين، وفي ظل مين؟ في ظل حكم الرئيس محمد مرسي العياط. مش في عهد مبارك ولا في المجلس العسكري، لا ده الراجل استلم الحكم يوم 30 وقال الكلام ده ان انا استلمت السلطة. فهل تعرف ولا ما تعرفش؟ هل انت موافق ولا مش موافق؟ ويا ترى ده بعد زيارة هيلاري ولا قبلها؟